عاطيه لنا هو ماشي عنده ماشي ديالو ديال الاحباش وقطعوا علينا. هذه السقايه المفروض اللي الناس كتشرب منها. وشدوا علينا قطعوا من اللور من على برا. اللي كانوا الناس الله يرحمهم الاولاد كانوا كيرحمونا سيري بنتي محمد شد الواقع كيدير الناس الحبس راه شاد ليا خايفين. انا ما محلي عندوش إمكانيات. عام هو شاد ليا محلي راه باينه وجاب البياع والشراي اللي غادي يشري جاب المراه اللي غادي تشريه من عنده غادي واحد الشهر وهو عام هو شاد ليا محلي على 4 الاولاد راه باينه من ناحيه. هذه دابا جايه شي 40 عام. 40 عام. والمشكل وقتاش تصطرح؟ ها؟ وقتاش تصطرح هذا المشكل؟ وقتاش وليتوا في هذه المشاكل والصداع؟ المشاكل يا بنتي من ما نعرفش قالوا لي انا الناس 2002 يعني انت معاهم بحال. انا معاهم. شنو المشكل اللي معاك انت بالضبط؟ كان دعاني علاش؟ على الكرا وانا كنخلص لي 60 ولا تالي قال لي تخلص لي 140. وانت خدام؟ ما عرفتش عيان مريض ما قادش نخدم. شحال من واحد ساكن في هذا المحل؟ ساكن انا والمراه. زيدي خلص 300. انا كنخدم في الديور ونخدم المراه ديالك كتمشي عندي 3 الاولاد مجوز ولد وقلت اخر ما عرفتش مشى داع ما رضاش بهذا الشيء عندنا المحكمه كلشي. المراه الزوجه ديالها. الزوج 6 ديال الناس ساكنين في هذا المحل. 2 متر على 2 متر كاريه. عنده واحد الولد بنفسه ما رضاش ما رضاش مشى داع ما عرفتش مشى داع والاخر تا هو تزوج وراه ما عرفتين تا هو الطرالي ما تنتناه والبنت راه ما عارفين غايبه عاد شي تبقى عليا عاد انتما داعيكم في المحكمه؟ داعيني في المحكمه هذه ما كنسالق معاه والبارد انا اثنين على كيف قابلت معاه وقف على الافراغ. عاطيك الافراغ. عند العساس في البلاد وجايبين فلوس. لا كان في الزركه خاصة درهم خاصة درهم. لا حمل شده ولا حمل يمنيني. قال لي تكملي تعطيني درهم ديالك. لما عطيتنيش الدرهم ما نشد نمشي. دابا حيت العقار هو اصلا كما قلنا في العقد دايرين له 1900 درهم 38000 ريال. كل شيء كيجمع هو فيه ازيد من 30000 درهم يعني 3 المليون في الشهر. وبالله عليكم ان نظاره الاوقاف كتشوف ان واحد سمسار دار معقد عقد تجاري حنا مواطنين مغاربه واش داخل يتاجر فينا حنا راه سيدنا الله ينصروه كنخلصوه ماشي ما كنخلصوش. سيدنا الله ينصروه راه جاب يعني حنا مواطنين مغاربه. تيجي هذا السيد بار من العقد بشحال بارمو ب 1900 درهم كما قلنا وكيجمع فيه ازيد من 30000 درهم. 3 مليون ما كيخلص لا ضرائب لا نظافه لا مال لا اماره لا نظافه لا والو. كيشد هذا ويضربها بالطوش وساعدت يعني. والسيد الناظر المحترم كيشوف ان فلوس الدوله هذه فلوس ديال الدوله هذه ديال يعني فلوس ديال الوزاره ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه كيديها مفروض عليها ان تمشي لوزاره الاوقاف كيديها السمسار وهو كيشوف. بالله عليكم لهذا حنا يعني كنطالبوا جلاله الملك باش تفتح تحقيق. كنطالبوا جلاله الملك سيدنا محمد السادس. قبيله كانوا معنا بزاف ديال الناس ولاني ملي كنجي نعطي الميكرو ماشي كلشي كيقدر تيخافوا منه. قد لي عايشه انا في المحل انا ما نهضرش على البيوت هنا عباد الله كتخاف تيخافوا منه تيهددهم على طريق هذوك الناس اللي مشاو للحبس. عن طريق هذوك الناس اللي مشاو للحبس يصيفطوا الحبس وفوهم من المحلات ديالهم ودار منهم محلات تجاريه بدون ترخيص بدون حتى شي حاجه. انا دابا هذوك المحل خرجوا 4 واحد كل محل تعطي 1000 ريال في النهار يعني 120000 ريال في الشهر كيجمع هذا السيد هذا بدون اصرارات قانونيه بدون حتى شي حاجه. اصلاح ما تيدير اصلاح ما تيدير. هادو من المحلات التجاريه. مشينا عنده واحد الساعه القائد الله يكثر خيره القائد بركاز الله يكثر خيره هو اللي ساعدنا هو اللي درنا الروبو ودرنا كلشي ودخلت مشاو معايا هكا الحوام مشاو معايا هو الرابع دخلنا عنده وشرح لنا كلشي قال لنا هذا السيد اللي كتعطيو الفلوس راه ما عنده حتى شي حق ديروا شنو درنا شكايه ودرنا ولكن هاد الناس رجعوا له خلاوني بوحدي. علاش خلاوني بوحدي؟ حيت تيخافوا منه هددهم
لا دابا تمشي بوحدك شنا مجموعه الساكنين لا كيضرب على المحلات التجاريه. كل واحد المحلات التجاريه 3 اخرين حيت هما 4. كاينه امراه ارمله عندها 2 وليدات، كاين سيد مريض تيبيع الخبز حتى هو ما عندوش مراته ربي اللي عن بهم، كاين واحد حتى هو مريض، الناس ضعافه ما عندهم. عليهم ماشي دابا هما باقي هادو كيديو من الوجبات الجزائريه يوميا كيدي 50 درهم. يومي باقي هذا السيد هو اللي لقيناه يعني مناضل وقف يعني في جنبنا وحبس الواجبه الكرائيه تيثبت الصفه. علاش؟ لان هذا السيد ملي كرالو على اساس ان الملك ديالو راه في العقد. اجي المفروض ان مني دخلتوا دار لكم الاحصاء وان شاء الله غادي تستافدوا من إن شاء الله بإذن السكن، الله. تاخذوا كل واحد دويرات. هاد الفندق هذا لمن غترجع الملكيه ديالو غترجع للجامعه الجامعة المحليه المحلية. لان داخل في اطار مشروع لهنا غادي يدار كما غادي يدار ديال الصناعه التقليديه. هذا امر هذا راه مشروع ملكي، راه 48 فندق في مدينه سالا. هادو كاين اللي غادي يجي كما قلت لك غادي الصناعه التقليديه، كاين اللي غيدار الباع المتجولين ديال مدينه سالا، كاين اللي غادي يدار يعني هاد المارشيات الى اخره. يعني غيكون داك الشيء في واحد يعني جلاله الملك هو اللي شارف على هذا المشروع شخصيا. هذا المشروع ديال يعني سماو يعني المشروع ديال مدينة الفنادق العتيقة. العتيقه بمدينه سالا، بحال اللي شفتوا مثلا مؤخرا في مدينه مراكش. يعني مدينه سالا هي عندها تاريخ، ان شاء الله. لا حتى هي غادي تاخذ. ولكن هاد الناس بغاو فهمتيني بغاو يحرمون هاد السيد باي صفه. وبغى وكيبقى فينا الحال هو نظاره الاوقاف كتشوف وهاد السيد كيدي الفلوس كيدي لها فلوس يديرهم في البوش ديالو ويديهم على ظهر الضعفاء والايتام بدون صفه قانونيه وما كيشوف. السيده قلت نقول لي علاش كلمات اللي تشتات الناس دابا اللي ما كيهضروش كيتهربوا ملي كتجي يديروا معاهم الكاميرا كيخافوا. كيمشيو للحبس. يقدروا دوروا له التليفون وقالوا له ما تيديروا. هاد الناس اميه خايفه المساكن. نحن اعلام لمن لا اعلام له. حنا الصوت ديالكم غادي نوصلوه وعلى المسؤولين غيديروا اللازم ان شاء الله. خاصة حنا كنطالبوا نداء إذا فهمتيني رسالة إلى جلالة الملك. عاش الملك. لأن بلاتي على جلالة الملك سيدي محمد السادس بلاتي الله يجازيكم بخير. حنا جلالة الملك سيدنا الله ينصرو عنده خدمته والحمد لله وكنشكروه من هذا المنبر. وكيكافح على المواطن في الأوراش الكبرى ديال البلاد. لأن حنا حطينا واحد الشكاية. حنا كنا فرحانين من بعد الخطاب ديال جلالة الملك من بعد الانتخابات التشريعية اللي جات في يعني في 7 أكتوبر. من بعد يعني الخطاب الانتخابات التشريعية اليوم 13 أكتوبر 2016 لقى الخطاب الملكي داخل قبة البرلمان. خرج الشعب المغربي كله فرحان. ذاك الخطاب الملكي اللي لقاه جلالة الملك النواب داخل قبة البرلمان. حنا براسنا فرحنا شدينا يعني حنا بوحد حنا السكان درنا واحد الشكايه وكتبناها بنظام وانتظام وحطينا الى عامل صاحب الجلاله سيدي محمد السادس نصره الله الى العامل صاحب الجلاله بعمل سلام المدينه. يعني وكان عندنا واحد الفرحه كبيره بان هاد الشكايه اللي حطينا للسيد العامل غادي تكون يعني في واحد السيمانه ولا 2 ولا 3 يعني غادي يكون يحلينا المهمه. ولكن مع الاسف حطينا الشكايه وكيمشيو وكيستقبلونا وكنمشيو ولكن لازم الامر علينا ما نفديوش علينا. يعني رساله حنا فرحنا ما نكذبش انا فرحت انا ملي شفت الخطاب الملكي راه ما شاء الله. ولكن من بعد الخطاب حطينا الشكايه هو الخطاب كان نهار 13 نهار 13 داخل قبه البرلمان. حنا حطينا الشكايه ولدي هذا هذا راه ولده. وشادي عليه محل هذاك المحل. الله يجازيكم بخير. واحد الدقيقه حنا هذا اللي هو كلام مهم. هذا راه كلام مهم. حنا خلينا الله يجازيكم بخير. هو هذه الرساله كنت ملي كتبنا هذه الشكايه ونسخه هي عندنا من بعد يعني نهار قلت لك الخطاب اللي لقاه جلاله الملك داخل قبه البرلمان يوم 13 اكتوبر 2016 من بعد الانتخابات التشريعيه. فرحنا وحطينا ديك الشكايه حطينا للسيد عادل صاحب الجلاله وفرحنا وكنا. ولكن مع الاسف يعني حطينا في شهر 10 نهار 26 حنا الخطاب الملكي كان نهار 13 اكتوبر 2016 وحنا حطينا الشكايه الى السيد عامل صاحب الجلاله بعماله سلام المدينه حطيناها نهار 26 شهر 10 2016. باقي ما تخاتش. ولكن مع الاسف باقي الامر على ما هو عليه. حنا كنطالبوا يعني انا كاين انا مع الاسف انا ما كنبغيش انا كنقولها انا كنبغي الناس في اي كل في شي منصب انه يخدم الدور ديالو. خلي جلاله الملك يخدم شغله. خلي جلاله الملك يخدم شغله.
راه عنده تا هو شغله وعنده مشاكل ديالو، جات المشاكل الكبرى ديال البلاد، ماشي اي حاجه حنا نتسناو تا جلاله الملك. حنا راه ماشي خاطرنا حنا باش كندوزو هذا النداء الى جلاله الملك، لان حنا طرقنا جميع الابواب ودرنا شكايه على طريق البريد المضمون الى السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، ولكن ما جاوبناش. درنا الشكايه كما قلت لك للسيد عامل صاحب الجلاله بعمله سنه المدينه. انا واحد السؤال جا للذهن ديالي وبغيت نطرحو، وقيلا ما يكون لا محل له من الاعراب دابا، لاني بغيت نطرحو. الوقيته ديال الانتخابات كانوا كيجيو عندكم الناس الانتخابات؟ من طبيعه الحال دازوا عندكم الناس اللي كيمثلونا انتو عطيتو اصواتكم، يعني اخترنا وشنو ملي خداو مشاو بحالاتهم. الزرق هو اللي عطاه الورد علينا احنا. وهذا راه هذا هو المشكل، هذا هو الخطاب الملكي اللي لقاه جلاله الملك امام قبه البرلمان. يعني هاد الناس اللي كيعطيوكم اصواتهم راه خصكم تكونوا قراب ليهم، قراب لمشاكلهم، وقراب فهمتيني، يعني تشوفوا المشاكل اللي كيعيشوها. ولكن من بعد هاد الناس 7 اكتوبر عاود شفناهم. انتخابات جات، يعني جلاله الملك دار الافتتاح ديال البرلمان اليوم 13 الى يومنا هذا، رغم ان لقى عليهم الخطاب باش يكونوا قرابين الناس والمشاكل ديالهم، ويعني تحلوا المشاكل، ولكن باقي الامر على ما هو عليه. عمر شي واحد جا عندنا فهمتيني، لا من المرشحين كلهم، يعني انا ما تبن كيلان جا عندنا هنا، تبن كيلان والله لا بن كيلان جا عندنا. انا الاستاذ بن كيلان جا عندنا هنايا في الدائره ديالو عندنا هنايا، يعني عنده الدائره ديالو هنا كيصوصوا عليه في مدينه سالا، وخاصه في المدينه العتيقه. راه يعني الناس، راه الاغلبيه الناس كلهم تعطوا عرضنا. ومن الزرق درنا الفيلم هو اللي جا، هو اللي عطاه الورد لهذه المشاكل اللي درنا. هذا النصاب تا هو عطاه الورد. منين دويت مع الزرق قلت له هذا السيد شوف اش كينفذ علينا وكيخوينا وكيسد لنا ما حلالتنا. قال لك انا ماشي وليت محكمه، هذا باش واجبنا. قلنا له هذا علاش كننتخبوا على الهربه اللي مشيت عطيت له. هذا نائب برلماني باحتراماتي، هذا برلماني. يعني راه تقريبا 5 الولايات داخل قبه البرلمان. هكا باش واجبني. قلت له هذا السيد شو كيهدد لنا وكيخرب لنا بيوتنا وراسات ليا. قال لي انا ماشي محكمه، رفضني. قال لي بيناتكم انتم وياه. قلت له علاش انت كننتخبوا عليك؟ قلتو عندنا السيد بن كيلان جا عندكم هنا. جا لهنا وشافنا. مدينه سالا كان دار واحد الاجتماع في الحمله الانتخابيه، كان عملها في مدينه سالا في واحد الساحه تيقولوا لها ساحه باب المريصه. لا جا قبال من المريضة. المهم كان دار واحد الاجتماع، يعني لقى الكلمه الساكنه ديال مدينه سالا. جا ما جاش انا لا جا النوب الاولى، النوب الاولى بالانتخابات. ماشي هذه الانتخابات هذه بالرئاسه. قبل الرئاسه جا عندنا لهنا. ديك الساعه كان في المعارضه، هادشي اللي كيقولوا كان في المعارضه. ما حاولتوش ثلاثه شكونيه تا هو ومشينا عنده وسرد رئيس الجماعه السيد معتصم. وما دار والو. ايوا احنا باقيين على حق. مشينا عنده تا الدار عنده، وعطينا وحطينا شكايه حطينا مباشره لعنده في الدار ديالو الاستاذ بن كيلان في رمضان مشينا حطينا الشكايه ديالو. ولكن مع الاسف يعني الامر لا زال الامر على ما هو عليه. واش هذا بالله عليكم هذا مشكل بسيط، هذا مشكل بسيط بالنسبه لهم هما، ولكن بالنسبه لنا حنا كيولنا مشكل كبير. حنا راه سيدنا الله ينصر ما يبغيش المغرب يشوفوا في هذه الحاله. حنا خصنا نشوفوا، ما يبقاوش يبينوا لنا الواجهه. انا كنعرف نائب برلماني او كيف ما كان عندنا مستشار داخل قبه البرلمان او داخل مجلس المستشارين اللي كيبين العيب ديال بلادو، هو اللي باغي يخدم. هذوك يخربوا البلاد. تخيل يعني يديروا لنا الواجهه ديال البلاد وداخل